مساء الفل والهنا والسعاده. وحشتوني كتير كتير كتير، بقالي كتير قوي ما طلعتش معاكم بجد والله العظيم، وحشتوني. وحشني ان انا اطلع كل يوم كده اتكلم. النهارده بقى راجعه لكم بعد غيبه طويله بماما ست الكل اهي. السلام عليكم هتمسي ورحمة عليكم. الله وبركاته يا حبايبي. أحلى مسا وأحلى ناس وأطيب ناس، وكل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، إن شاء الله بمناسبة شهر رجب إن شاء الله ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وربنا يفرحكم بحبايبكم. النهارده ولاد بنتي قاعدين حواليا ونفسهم ياكلوا قراقيش بالعجوة، فأنا إن شاء الله النهارده هعمل لكم قراقيش بالعجوة ان شاء الله. تدوقوا مني احلى قراقيش باذن الله. هعمل 2 كيلو قراقيش باذن الله. يلا هتبدا اهي. هندخل الدقيق. يبدا الله فوق ايدينا يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي اول حاجه هنعملها هحط السكر مع الخميره مع ميه دافيه. هاتي معانا ونقلبهم لحد ما يختمروا. هقلبهم باذن الله لغايه ما ما يختمروا. أيوة. ويعملوا بقليل كده يعرفوا ان هم الخميره كويسه. انا بختبر الخميره. دلوقتي يا حبايبي هحط السمسم على الدقيق. صراحه ما فيش في جمال القرص اللي ماما بتعملها. هحط بيكنج باودر، القراقيش، بيكنج باودر، كل الحاجات الناشفه مع بعضها. وهتعمل معاكم بقى وصفات زي كده كتير. هي بتعشق اصلا العجين والحاجات دي فانيليا. معلقه صغيره ذره الملح، ودول ربع معلقه ملح عشان لازم الملح. وبعدين نقلب ده كله في بعضه كده كده. وطبعا يا حبايبي كل كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه. لو انت عايزه القريش ناعمه عايزاها خشنه شويه قللي السمنه شويه. دول قد ايه سمنه يا ماما؟ دول كيلو سمنه. كيلو سمنه على 2 كيلو دقيق. قولي لهم برضو طريقه البث بتاعتك يا ماما. يعني هعمل عشان برضو الحركه دي بتبقى عليها عامل ان الحاجه تطلع ناجحه. لازم البث كده، لازم كده. اهو شايفين زي ما هي بتعمل كده ماما. لازم تعملوا الحركه دي على فكره، هي اللي بتخليه من جوه هايش وحلو. لازم صح يا ماما؟ ده على طبعًا. كلامك من زمان. طبعا طول عمري بعمله كده وبيطلع في منتهى الجمال. يا حبايبي سلام عليكم. دي انا حطيت زبده صفراء على سمنه، اي سمنه انت عايزاها، ومفيش اللي يعجبك اعمليه. اي سمنه انت في مقدرتك تجيبيها اعملي اي سمنه، المهم من نفسك انت في الحاجه. وطول ما انت بتسمي الله كده وتذكري الله الحاجه بتطلع جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدي النبي قبل ايدي ويد الله فوق ايدينا يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. تطلع الحاجه جميله. دلوقتي يا حبايبي هنحط الخميره اهي. اختمرت اهي واترفعت. الحمد لله. كده بقى بصي بقى كده تبدلوا بقى كده كده. واي نعم دراعكم هيوجعكم عادي، بس ماما ما شاء الله واخده على كده. انا نفسي بتعب لما بعمل كده. يلا. وده يا حبايبي لبن دافي بعد ما حطيت الخميره بالميه. ده قد ايه ماما؟ كوبايه؟ كوبايه صغيره. لو مش عايز خلاص لبن كتير هي كوبايه صغيره كده. خد كمان حبه نص كوبايه صغيره برضو. تلمي بقى كده زي ما انا بلم كده تلمي. بتلمها هي يا جماعه دلوقتي كده. بس تعرفوا العجينه ناجحه لما تلاقوا كده مفيش اي دقيق ولا اي سمنه في الطبق ولا اي حاجه، كلها ملمومه كده في العجينه. بتسيبيها تخمر قد ايه يا ماما؟ بس يا حبايبي ملبن. بتسيبيها تخمر قد ايه؟ ملبن تلت ساعه عشان بس ممكن في الشتاء نص ساعه تتغطى وتتساب نص ساعه. ممكن تتساب نص ساعه عشان احنا في الشتاء، انما في الصيف بتبقى 10 دقايق بالظبط تبص لها خمرت. بس يا حبايبي انا جبت عجوه جاهزه مطحونه، شلتها وحطيتها في طبق وحطيت عليها سمنه، قطعتها طبعا حتت، وبعدين حطيت عليها سمنه وهحط عليها حبه سمسم. مش قادره اقول لكم دي بتدي طعم للعجوه وللقراقيش قد ايه.
ودلوقتي هفضل اعمل فيها كده لغايه اما تنعم يبقى زي الحرير. بصي يا حبايبي، دلوقتي انا طلعت دي عملتها كده برمتها كده وبعدين فردتها اهي. ودلوقتي هنحط فيها العجيبه العجوه، حطيتها بين كيسين اهم كده كده، رحت فردها بالنشابه كده عشان تفرد معايا على قد العجينه. بعدين هطلعها كده احطها على العجينه ما يجراش حاجه. بعد كده هلفها كده على العجوه كده اهو كده اهو، وبعدين اقفلها من كل جنب كده كده، واخلي التقفيله دي واعمل كده اهي اهي، واخلي الفتحه من تحت وتبطيطه كده صغيره. هشيل الحرف ده الاول وابدا بقى. بسم الله. ايديك انت عينيكي ميزان، انت بتعملي نفس المقاس كله على بعض كده، بصي نفس المقاس انت وانت بتعملي كده، ايديكي ميزان وعينيكي ميزان اهو. زي ما انتوا شايفين كده الصينيه. يلا ساعدوني يا ولاد، ما تقعدوش تتفرجوا عليا عشان انتوا احفادي يا حبايبي، اعز الولد ولد الولد. بسم الله بسم الله. يلا بنتي دلوقتي تقعد بقى ايه تدهن الصواني، وبعد ما نخلصها ندهنها بيض. انا احط على البيض فانيليا، عمره ما بيبقى ريحته زفاره ابدا ابدا، في منتهى الجمال ويدي لمعه. وبعد كده نرش سمسم، هنوريكم واحنا بنعمل. جبت بيضتين وحطيت عليهم فانيليا وضربت كده. دلوقتي هدهن القراقيش. واللي ادهنه كده بحط عليه سمسم. دلوقتي دهنا، وكل اللي ندهنه ان شاء الله نحط عليه سمسم، بيبقى طعمه في منتهى الروعه. مش قادره اقول لكم طعمه بيبقى خارج من الفرن ريحه وطعم يجننوا. اهو دلوقتي بدهن سمسم وهنحط في الفرن، وبعد ما اسوي يا حبايبي هوريكم الصينيه شكلها ايه والقراقيش شكلها ايه. اهي القراقيش يا حبايبي بعد ما عملت السمسم دهنتها بيض وفانيليا وحطيت عليها السمسم اهي. دلوقتي هدخلها الفرن وبعدين اوريها لكم. دلوقتي يا حبايبي اهو استوى. دلوقتي بوريه لكم احلى قراقيش، مش قادره اقول لكم على ريحتها وطعمها عامل ازاي. هفتح لكم واحده يا حبايبي تشوفوها. دايبه دوب كده دوب. بصوا يا حبايبي احلى قراقيش، جميله جميله. احلى قراقيش تيتا، احلى قراقيش تيتا. يا كنزي دوق يا ريتاج، يلا جميل. دوقوا يلا دوق حبايب تيتا يلا. تحفه تحفه. قراقيش تيتا يلا. التجميل يا تيتا. والله مش قادره اقول لكم على الريحه والجمال. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. بسم الله ما شاء الله. ليكوا الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا. اهي يا حبايبي الكميه اهي كلها اهي. القراقيش اهي كلها طلعت طبعا من الفرن كلها، جميله جدا جدا وناعمه وجميله وطعمها تحفه تحفه جدا. الف هنا وشفا. ان شاء الله نتقابل في فيديو اخر باذن الله. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، يعني هاتوا اشتراككم الحلو ده. ومتنسوش بقى الاشتراك بقى واللايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايب قلبي. سلام.